السلام عليكم. اليوم عندنا وصفة جديدة، المتوم بالقارص ورشة معدنوس. هو طبق رئيسي خاصة عندنا احنا الجزائريين في رمضان أو في المناسبات، في الأعراس، في المناسبات الكبيرة في العرضات نتاعنا. ملاحظة فقط، ما ديريش كيفي أنا درت شوية زيت زايد، مي جا بنين بنين بنين، ما تصوريش. نبدأ في التحضير. نحكم الفيونداشي متاعي. هذه الوصفة لشخصين فقط. الفيونداشي تاعي حطيت فيها 3 مغارف كبار شابلور بيضة، مغرف صغيرة اختيارية معدنوس، ملح، بابريكا، توم، 3 سنات توم. وهنا حطيت ملعقة صغيرة معمرة مليح فرينة. هنا باش لاصوص نتاعي من بعد تختار، ما تبقاش موها، احنا نقولوا موها، ما تبقاش موها، جينا بلينة وجينا لاصوص خاترة شوية. هنا راح نعجن مليح اللحم نتاعي، ندخل مليح 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 المكونات، وراح نكور، راح نعمل دوائر كويرات، عفوا راح ندير كويرات ونحطهم يرتاحوا، نغطيهم ونحطهم يرتاحوا بجيه كما تشوفي هنا. هذم المكونات: بصل، ليدام، عود قرفة، 4 سنات ثوم، حمص، الفرينة استعملتها ديجا في اللحم مرحي. نحكم الطنجرة متاعي، نحط قطعة لحم، أنا عندي غير قطعة لحم كما قلت لكم، أنا وزوجي فقط. راس بصل صغير، حنقليهم مع بعض، قليهم مليح، شوية زيت. ما حطيتش ليدام، مازال ما حطيتش الدهان، هنا زدت الدهان، على هذه جاتني شوية مزيتة. لا هنا حطيت الثوم، حطيت 4 سنات ثوم، حطيت الحمص ديجا مرنخ. هنا شوية كمون، ملح فقط، هي ما تتطلبش. هنا راح نحط العود تاع القرفة متاعي ويتغالى، وراح نخليها تطيب. هنا طاب اللحم متاعي، راح نحط الكويرات نتاعي تاع اللحم الفيونداشي اللي كنت وجدتهم من قبل، وهو يتغالى وتحطي ونخلوها تطيب. من حين لآخر نخلط ونحرك الطنجرة متاعي. فوالا، هو طبق بنين 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 ياسر. وهذا النهاية. ما تغلطوش الغلطة تاعي، فقط كترت شوية زيت. هو المهم في البنة. وشكرا على البارتاج واللي جام من فضلكم، وشاهدكم في الجنة.